أهلا أهلا حبيبات قلبي، أهلا وسهلا بفيديو جديد وروتين جديد. الفيديو اليوم تتم للفيديو السابق. إذا لسه ما شفتوا الفيديو القديم خلصوا هذا الفيديو وروحوا اتفرجوا عليه لأنه راح يعجبكم بإذن الله تعالى. أول شي خلونا نكتب الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ونبلش الفيديو فورا. الفيديو اليوم مثل ما قلت لكم تتم من بيت أهلي. هي تاني نهار فإنا طبعا بلشنا بفنجان قهوة. فنجان القهوة مع الأهل والحبايب الصراحة غير، إله نكهة وشعور تاني يعني. فهيك الله يديم علينا هالنعم يا رب ويحفظها من الزوال. وكمان كان عبالنا هيك ناكل كرواسان سخن وتازة، طبعا من كرواسان الإمارية. الكرواسان يعني عنده غير شكل، يلي دايق من عنده واللي مجرب النكهة يا ريت تكتبولي تحت بالتعليقات وتخبروني إذا عم تحبوا المحتوى. وهون كمان حبيت صورلكن ببيت أهلي هيك ولداني قطة. شوفوا سبحان الله لكم كيف حاطة ايدها على ابنها يعني وخايفة يعني عليه، سبحان الله غريزة الأم يعني. وحتى لك قربت يعني أنا بس بدي صور، فطلعت هيك فيني زورة قاتلة الصراحة. وحتى هون كمان زورتني زورة قصتني بالنص، فقلت خلص يا بنت احفظي ماء وجهك وبعدي عنا بلا ما أكل يعني شي من إيديها. فهيك يعني حبيت أورجيكم كمان هذا المقتطف من نهاري. وهون بالنهار كمان كان معزومين على أكلة حراب إصبعه. بتعرفوا نحن يعني السوريين بشكل عام بجمعاتنا لازم تكون في أكلة حراب إصبعه. هي يعني أكلة النسوان وأكلة الجمعات. فهون حبيت هيك صور لكم شوي من الطريق. هذا الطريق هيك ناح بيت أهلي على طريق قصر العظم. المناظر يعني غير شكل، الخضار بفرفح القلب. وهيك إن شاء الله يا رب تكون فيديوهاتي مثل ما قلت لكم عم تعجبكم. خبروني شو حابين تشوفوا. في كمان في مفاجأة، في تحضيرات بالفيديوهات الجاية، في تجديد ببيتي. فكتبولي بالتعليقات شو بتتوقعوا ممكن يكون التجديد. بإذن الله هيك تجديد الله هيك كرمنا وشغلة كتير حلوة، فحبيت هيك أعطيكم شوية حماس. إن شاء الله بالفيديو الجاي راح أصور لكم إياها. كتبولي بالتعليقات شو هيك شو بتتوقعوا يعني، حابة أخد رأيكم. وكمان هالفيديوهات الجاية حتكون أغلبيتها عن مشاوير ورحلات. يعني جايينا جت يعني مرت أخي من السفر وبدنا نطلع مشاوير وبدنا نفتل يعني. فحضروا حالكم يعني الفيديوهات الجاية هيك يعني مو روتين أكتر شوي، يعني ممكن تكون أجواءنا أجواء أكتر من الروتين. يعني مثل ما قلت لكم كنتوا تشوفوا رحلات، كنتوا تشوفوا مشاوير، فخليكم. وما في أحلى يعني من أكلة الحراب إصبعه مع الجمعة. يعني بدها شغل، هي شغلها المسبق. بدها بين قلي البصل والخبز التحضيرات يعني بياكلوا شغل. وحتى هي يعني بالتحريك ما هي اسمها حراب إصبع يعني من الحر، على قد ما الواحد يعني لازم يضل عم يحرك فيها. وخليكم معي لحتى تشوفوا كيف نحنا بنحضرها وشوفوا أجواءنا كمان. والصبايا اللي لساتهم مكملين معي بالفيديو حطولي لايك واشتراك إذا لسه ما اشتركتوا بالقناة. بإذن الله تعالى قناتي راح تعجبكن ورح تنال رضاكن. وهيك فيها تجديدات يعني. كانت أول شي فترة روتين، بس هلأ لأ، هلأ مثل ما قلت لكم هلأ فيديوهات أجواء يعني أجواء البيت السوري. فراح صور لكم بإذن الله تعالى، بس حطولي لايكات لحتى اتحمس يعني وضلني عم نزلكم لحتى تشوفوا كل جديد أنا بنزله. وهون الطرقات لأنه كان بقلب النهار يعني بفترة الظهر كان الطريق فاضي. بس امتى اللي عم يصير العجقة من 5 6 أكتر، من 6 وطالع يعني العالم عم تطلع على برود. فوالله يعني عم بيصير على برد العالم بتطلع، اما بهالشو ما حدا يعني ما حدا له حيل يطلع.
وهون كان العدس عم ينسلق وهي العجينة كمان كلها محضرة. أكيد ما صورتلكن يعني وقت الشغل لأنه هي بدها شغل وبدها رفع هيك كمام وبدها يعني عزم، فصورتلكن هيك النهاية المقتطفات. وهون بتجيبوا أكبر طنجرة حرام، يعني أكبر طنجرة عندكم بتجهزوها للحراق إصبعه. حطينا العدس، يعني ما أنا ما حطيت، يعني هاي الطبخة مشاركة يعني الكل شارك فيها، كل المجتمعين. وشخص يعني بيقعد على التحريك، وبده شخص يعني يكون إله عزم وإله خلق، لأنه كتير كتير التحريك فيها متعب، مو هلأ بيصير فيها عجين وفيها طحين تصير بتتقل والكمية كبيرة ما شاء الله. ايه والله. شفتوا حطينا العدس وحطينا تمر هندي. نوع الحمض اللي بتحبوه انتو فيكن تحطوه. في عالم بتعملها بالدبس رمان، في عالم بتعملها بحمض الليمون، يعني على حلو ما لو متوفر التمر الهندي. وسمعت كمان في عالم بتعملها بمية البندورة. يعني الدنيا أذواق سبحان الله، وكل واحد بيحب الأكل بنكهته الخاصة. وهي كانت نكهتنا، يعني نحنا تمر هندي. التمر هندي منقوع يعني ومصفى ومغسول وكله بشهي. بس لما بتحطوه بتلاقوه سبحان الله كيف هيك بيرسب بالسفل، بيصير بيملص، يعني بصير المي فوق. وهون لما بنعمل العجينة وبنقطعها مربعات بدنا نحط كمية مرتبة من الطحين، يعني مشان ما يلزق الطحين بيرجع ببعضه. فبتحطوا طحين مشان يفصل العجينة عن بعضها. وقبل ما نحطها مع العدس يعني ومع التمر هندي بنعمله هيك بالمصفاية لحتى ينزل الطحين الزايد ما يجبل وما يلزقوا بيرجعوا ببعض. فهيك والله بنعملهم بالمصفاية. وفي عالم بتحب تعملها كمان بالمعكرونة. خبروني انتو شو النكهة اللي بتحبوها. انا الصراحة بستسهل برقائق، يعني مو بالمعكرونة نفسها، هي بيكون اسمها رقائق عجين بس تقريبا طعمتها مثل المعكرونة وبس شكلها مربعات. فأنتوا من أي نوع بتفضلوا؟ أنا الصراحة بلاقي المعكرونة يعني خلاص الرقائق أهون وأسهل، وخصوصي إذا كمية، يعني شفتوا هون الكمية العجينة مرتبة والله هلكنا يعني فيها. أما خلص كيس رقائق خلاص بيمشي الحال. بس ما بيرضوا يعني الجامعات وأهلينا، يعني ما بيرضوا لأنه هي هيك الطبخة على أصولها. وهون هيك بعد ما خلصت كلها بنتركها لحتى تتعقد. آخر اشي بنحط معلقة، مو معلقة حتى أكتر لأنه الكمية كبيرة. بنحط ثوم وبعدين بنسكب، يلي كل واحد يعني كيف بيحبها بنسكب. هون في عالم كانت مو حابة بصل بقلبها، بنحط لها نحنا شوية بصل، وهون كمان الطشة زيت الزيتون كمان آخر الشي. طعمتها والله غير شكل. الله يديمها يا رب علينا نعمة ويحفظها من الزوال. شوفوا والله منظرها بشهي القلب وطعمتها غير شكل. بس كتير 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 شوب على هالأكلة، يعني بهذا الوقت وبهالشوبات كتير تقيلة. فنحنا طبخناها وسكبناها وتركناها شوي لحتى هيك تبرد شوي، لأنه ما بتتاكل هيك وهي عم تغلي، كتير شوب. ايه والله. فمثل ما قلتلكم سكبناها وتركناها شوي. وبتحطوا كزبرة كمان، طعمة الكزبرة فيها غير شكل والله. نحن الشوام معروفين يعني بأكلات الكزبرة والكزبرة الإكسترا كمان. هلأ في بعرف أهل اللاذقية وحلب يمكن، ما بعرف صححولي معلوماتي إذا غلطانة ما كتير. وهيك كانت أجواءنا، وهيك كانت طبختنا كمان لليوم، الطبخة المشتركة، يعني هي الطبخة الكل اشترك فيها والكل يعني أنجز يعني فيها، يعني حتى لو سكب لو أكل كمان، يعني حتى كل عملكم كله أنجز فيها. صحة وعافية على قلوب كل اللي أكل. وهون آخر شي بتزينوها بالطريقة اللي بتحبوها، وحتى بالزينة يلي انتو بتحبوها، كله مثل ما قلت لكم ذوق شخصي. هي الأكلة يعني من نكهة بيتنا نحنا، وكل واحد بيطبخها بطريقته وبيطبخها بنكهته اللي بيحبها. وكله نعمة، الله يحفظ لنا إياها يا رب وما يحرمنا منها يا. والله كنت حابة أخلي لكم الأصوات بالخلفية، بس صراحة الضوجة مو طبيعية. فالله يديم علينا هالجمعات الحلوة. وهيك بيكون خلص فيديو اليوم وأجواءنا لليوم. إذا حبيتوا المحتوى
لا تنسوا تحطوا لي لايك، وبشوفكم بفيديو جديد بإذن الله تعالى. تبقوا بخير.